السلام عليكم، يسعد مساكم، مساء الفل والرضا والرزق والهنا والفرح والسعادة على أحلى متابعين في الدنيا. ربنا يخليكم ليا، ربنا يبارك لي فيكم، ربنا يدومكم نعمة في حياتي يا رب. بحبكم وبشكركم على وقفتكم جنبي وعلى دعواتكم. ربنا استجاب ليها. يلا بينا نقول صلى على الحبيب عشان قلبك يطيب، عليه أفضل الصلاة والسلام. وكمان أقول يدوم عزك، يدوم عزك اللي بتعملي لايك وتشتركي في القناة، يدوم عزك اللي بتكتبي تعليق حلو جو زين. ربنا يبارك فيك يا رب. عيلتي هتكبر بيكم وليكم، هتكون عيلة كبيرة جو جو جوي. عيلة الصعيد، يوميات الصعيد وعوايده. مبسوطة يا أم مريم. بص ما قدرتش استنى. الحمد لله، اللهم لك الحمد. ربنا استجاب ليكم والقناة اتفعلت، الحمد لله. كانت دي مبسوطة، كانت دي فرحانة، كانت دي بحمد ربنا. دعواتكم الحلوة ليا يعني ما كانش عندي أمل. الأمل طبعا موجود في الله سبحانه وتعالى، لكن كنت متخيلة إن أنا هنتظر ال3 شهور. الطلب قعدت النظر اتجبل والقناة اتفعلت. دلوقتي تشاهدوا كل الإعلانات الموجودة على الفيديوهات، وتسمعوا الفيديوهات كلها تاني، وتشاهدوا كل الإعلانات اللي عليها. شاهدوا إعلان واحد بس لأم مريم. يعني يمكن ربنا إن شاء الله تكونوا سبب في فرحتي، وإن أنا برضو نكمل المشوار والمسيرة مع بعض، وابتدي أربح من الفيديوهات. أنا مبسوطة، بس أنا زوري تعبني ووجعني، واخدة دور شديد مع تقلب الجو وكده. والجو عندي هنا صعب شوية يعني. فالواحد مش عارف يخلص من دور البرد يعني في الصيف، متخيلين انتوا؟ المهم يعني خلينا دلوقتي في الفرحة الحلوة. دعواتكم الطيبة الحلوة الجميلة من جوا قلبكم ليا، ربنا استجاب ليها. يعني كان كل الناس اللي سألتها معلش يا أم مريم إحنا ممكن أنتظر 3 شهور تفعيل للقناة. فده كان هيبقى يأس شوية وتعب ونفسيتي كانت هتبقى مش حلوة يعني. وخاصة إن أنتم كنتوا السبب بعد ربنا سبحانه وتعالى، بفضل الله ثم ليكم، إن أنا حججت الشروط في وقت قياسي. بس الحمد لله اتعطلت شوية في التفعيل، بس ألف حمد وشكر ليك يا رب. باشكركم. ربنا يا رب يحقق لكم اللي أنتم بتتمنوه، ربنا يسعد أيامكم. دعوة حلوة مني لكل الناس اللي دعمتني ووقفت جنبي باشتراكها و ولايكاتكم وتعليقاتكم ومشاهداتكم للفيديوهات بالصحة والستر وراحة البال ورزق يتعجب ليها للسما والأرض. اللهم آمين يا رب العالمين. ربنا يبارك فيكم يا رب ودومكم نعمة في حياتي. يلا بقى شدوا حيلكم كده معايا زي ما انتوا كده. عايش بجد. أجدع عيلة وأجدع أخوات. احنا خلاص كملنا 7000 أم وأخت، إن شاء الله انتوا كديها إن احنا نكمل 10,000 أم وأخت يعني على اليوتيوب كفاية. إن أنا عندي 100,000 وخسرتهم، 100,000 و15، بس إن شاء الله نعوّض كل فرحة في قناة يوميات الصعيد وعوايده. إيه يا أم مريم، شاهدوا لي إعلانات باجي على قد ما تقدروا. عايزة بُص أفرح بالقبض بتاع اليوتيوب يعني. ده بقى شِقّتي الناس اللي عمّالة تسأل، ما كنتش عايزة ألخبطكم وندخل مع بعض في دوّامة يعني. ده الروتين في شقتي، ده المطبخ بتاعي كده في شقتي اللي أنا قاعدة فيها حاليًا يعني، اللي أنا موجودة فيها. هانزّل لكم هتنزل كل الفيديوهات إن شاء الله فيها. فيديوهات حلوة وفيديوهات جميلة وفيديوهات بسيطة هتعجبكم وهتحبوها. وفيديوهات هتدّيكم كلّها طاقة إيجابية يعني، هنعملها مع بعض إن شاء الله بإذن الله تعالى. بُصّوا هو المطبخ بتاعي كده زي ما أنتم شايفين. الرخامة دي، الرخامة اللي جنب الحوض، هو صاحب البيت عاملها بس مش حلوة. المَيّة كده بتنزل على طول على الهدوم، باجي في أغسل مواعين بتغرق وكُلِّك مَيّة. الحوض صغنطوطي خالص والرخامة صغنطوطة خالص، بس مش مشكلة عادي. أنا كنت ناوية أعمل لها حَفَا، بس كده إن شاء الله هاشتغل بكل طاقتي يعني بإذن الله تعالى. إيه اللي حصل؟ عايزة أقول لكم إن أنا لمّا نزلت تحت أو نزلت بيت عيلة، نزلت طَبّة غفلة يعني، اللي هو إيه، نزلت وسايبة البيت ليّا فترة. طبعًا الدنيا متكركبة ومتبهدلة. وأول ما جيت عايزة أقول لكم أساسيات كده في حياتِك في مكان أنتِ سايباه مقفول، وخاصةً المكان يعني مهجور يعني جبل. فباخاف جوي. أول حاجة عملتها كده زي ما أنتم شُفتوا، مسكت الكولمن غسلته كويس جوي. هو عامةً التراب مالي الدنيا، الشقة كلّها تراب بطريقة غير عادية. فضّيت كل اللي كان في التلاجة، طلّعت كل المواعين وفضّيت كل اللي كان في التلاجة. ما خليتش حاجة خالص في التلاجة، الحلل والأطباق، لإني غِبت طوّلت ونزلت طَبّة غفلة. وأنا لمّا باحب مثلًا أنزل عارفة نفسي هاقعد يومين 3 أو أسبوع أو حاجة عند أمي أو تحت نازلين لحماتي، بافضّي تلاجتي، بافضّي حاجتي، وباسيب الفريزر بس شغّال عليه حاجة، ومن تحت ما باسيبش أي حاجة، لإني عقبال ما بارجع ما بالاقيهاش. مش بالاقيها، بالاقيها نشفت كده ودبلت من التلاجة. طلّعت كل مواعين التلاجة اللي كنت فضّيتها، غسلت الكاتل طلع معايا الجير اللي فيها. عايزة أقول لِك على حاجة، لو أنتِ غالية مَيّة سخنة
غالية مَيّة سخنة، بس أنا عشان إيدي فيه على طول باستمرار، غالية مَيّة سخنة، وكبّيت المَيّة وغسلت الكاتل بالسلكة كل اللي فيه هيطلع، عشان تبقوا عارفين. غسلت الرخامة بتاعتي، غسلت قصدي الكولمن، غسلته كويس جوي زي ما أنتم شفتوا ومليته مَيّة ساقعة، وغسلت الكاتل بتاعي، نزّلت شوية الأطباق الكوبايات اللي كانوا في المطبخية مطربين غسلتهم كده، ولميت المواعين كده غسلتها، غسلت الرخام اللي أنتم شايفينه ده، لسه باجي المطبخ هنعمله إيه مع بعض، الترابة كده والدنيا متبهدلة. هنا طبعًا عايزة أقول لكم الكفر عمومًا مهم جدًا، يعني من الأساسيات اللي بتحافظ على الغسالة. عندي كانت السوستة مقطوعة، فهنا بُصّوا لو الجنب العينية لو كانت مغطاية ما كانش التراب عملها، يعني بُصّوا باحاول جدًا أحافظ عليها، لإني الكاتل إيه، الكلام بيتوه منّي والله من الفرحة مش عارفة باقول إيه، الغسالة جنب الرخامة، الرخامة لو نزلت مَيّة عليها ما باحاولش أجيب أي مَيّة نهائي بتنزل عليها، فتحافظي عليها يعني حاجة مهمة جدًا الكفر بتاعها، بُصّوا الكفر بتاعها حلو جدًا عن الكفر اللي أنا كنت جايباه في بيت العيلة، حطيت لها الكفر كده زي ما أنتم شايفين و قفلته وعملته كده عشان خاطر إيه، يحافظ عليها. وعملت الرخام زي ما أنتم شايفين كده قدامكم، اللقطة دي أنا كنت طالعة من مستشفى المَبرّة الصبح الساعة 06:00 أو 06:30 كنت موجودة الليل كله بمودة في المستشفى. آآ خدت مريم معايا، كنت أنا ومريم ومريم لإني لو يعني مودة سبحان الله دايمًا نقول يعني بمناسبة الكلام بالصدفة، الأخت الكبيرة اللي ما بيعرفش بقيمتها. بتعلّي جباهها جدًا، يعني هي تعبانة، فيها حاجة تمسك فيها، كده كنا طالعين بيها كان ترجيع متواصل حافظوا على ولادكم وخلّي بالكم، بس أنا لحقتها طلعت أجري بيها على المستشفى المَبرّة هي كانت أقرب حاجة ليّا قبل الفجر، بيتي هناك يعتبر خدت الليل كلّه هناك، دكاترة كويسين ما شاء الله، أي نعم بقت كل حاجة دلوقتي ما فيش حاجة اسمها حكومة كده يعني، ما كنتش أعرف إني لازم أعمل البطاقة الصحية التأمين يعني، فكل حاجة على حسابِك يعني. فتخلّوا بالكم يعني اللي رايح مستشفى المَبرّة في أسيوط ما فيش معاكيش بطاقة تأمين عليها الكارنيه وعليها الدمغة، هتعملي كل حاجة على حسابِك. بيقول لك من الشهر ده النظام الجديد، التذكرة على حسابِك، كل حاجة على حسابِك. فاللقطة دي أخدتها لمودة ومريم، وهي مودة كده ماسكة في مريم وإحنا طالعين من المستشفى، وعايزة أقول لكم وأنا لمّا باروح مكان يعني أنا جوّه المستشفى أنا ما باعرفش أصوّر، يعني وقت الحدث يمكن عشان وحدي وما فيش حد بيصوّر وأنا دماغي كلّها مقلوبة على بنتي، فيمكن هو ده السبب، ما باعرفش إن أنا أصوّر يعني. بس عادي الحمد لله، يعني حبيت كده أورّيكم إن الأخوات ما تتعوّضش، الأخت الكبيرة اللي عدونا نشوفها ونشوف عيالها ونتلولو منهم عشان هي كبرنا، هي شالتنا وربِّتنا واتحمّلت كتير، والأخت الكبيرة يعني الأخت أكبر يعني طول ما هي أخت وجُم بعديها الصبيان والبنات تبقى ربنا يدومهم نعمة في حياتنا يا رب، كل أم بتشوفني ربنا يدومِك نعمة في حياتي، باشكرِك يا أمي على دعواتِك لأم مريم، الحمد لله اللهم لك الحمد قناتنا اتفعّلت. تعالوا بقى هاعمل مع بعض الفراخ المشوية. بُصّوا حطيت طماطماية واحدة بس، وحطيت البصل وحطيت الفلفل ونزلت بكل التوابل الموجودة عندي، ونزلت بمعلقتين زبادي كده زي ما أنتم شايفين، حطيت كاري، حطيت جنزبيل، حطيت ال7 بهارات، حطيت فصين توم بساط جدًا ما باحبش أحط توم كتير، حطيت معلقتين خل، حطيت معلقتين مَيّة بالضبط زي ما أنتم شايفين ما باحبش أحط للخلطة مَيّة، حطيت بهارات لحمة، بهارات فراخ، جنزبيل، بابريكا، الجنزبيل مهم جدًا للمشويات، عشان تبقوا فاهمين معايا يعني. فلفل على حسب الرغبة، بُصّوا باحط فلفل حراج نُص كده، لإن هو مع الخلطة ما بيبانش طعم الحرجان بتاعه، بيمتص الحرجان بتاعه. طماطماية ولو هتستغني عنها ما فيش أي مشكلة، بس باحط طماطماية واحدة أو افعصي طماطماية على الفراخ كده بتعمل. طماطم برضه لو أنتِ الحاجة عملتِ الخلطة وبقت حراجة منِّك وعندِك أطفال، اكسريها بطماطميتين أو طماطماية كده عليهم، هتلاقي الحرجان بتاعِك إيه، خَف خالص. الفراخ بتاعتي هنا كانت ال ال هو بُصّوا كان في مقطع أنا خالية فيه الفراخ ومقطّعاها وغاسلاها، بس أنا ما لقيتوش، بس سهلة مش مشكلة عادي يعني، فكمّلت لكم كده يعني، حطيت الخلطة بتاعتي كده، وعايزة أقول لكم إني ساعات باعمل خلطة ما باحطلهاش بصل، وساعات باعملها مش باحط لها زبادي، هي معلقة الخل كده وشوية التوابل بتوعي ومَيّة بسيطة جدًا يعني، مش عايزة تحطّي مَيّة عشان بس إيه أبيّت الخلطة بتاعتي كده هاعملها وأعينها في التلاجة لتاني يوم، كنت عاملاها بالليل عشان تاني يوم إيه، نشوي على طول ونجهّز الغدا بتاعنا. أو اليوم بتاعي كده من أوله لآخره.
حطيت كده التتبيلة بتاعتي كده، باحب حطيت الفراخ كده عشان تشرب من التتبيلة، قطع الفراخ بتاعتي، وعامةً الفراخ أنا اللي باحب أشويها باقطّعها قطع صغيّرة، عايزة أقول لكم بتشرب من التتبيلة وبتستوي بيبقى طعمها حلو جدًا يعني. جرّبوها بس أنتم كده وقولوا لي إيه رأيكم فيها. هاشوي الفراخ بتاعتي على الفحم، رصيت كده الفراخ بتاعتي كلّها في التتبيلة كده كويس أوي، وطبعًا إيه هاحط كيسة كده وهاحطها في التلاجة عشان خاطر إيه ريحة التتبيلة والفراخ ما التلاجة بتاعتي ما تلقطش باقي الحاجة اللي في التلاجة ريحة يعني، أو العكس فاهمين؟ دايمًا تلاقوا الحاجة الفراخ أو أي حاجة بتلقط من الفاكهة. يعني تلاقي دايمًا ريحتها عندِك جوافة، تلاقي ريحتها في جوافة، عندِك مش عارفة إيه، تلاقي ريحتها كده سبحان الله يعني، بس مش عايزة روايح تشيل من بعض هنا، عشان عندي مشكلة في الشم في الروايح يعني، أنا عندي الحاجة باشمها قبل ما باكلها يعني، مع لو الحاجة حتى لو فيها ريحة خلاص. عايزة أقول لكم هنا لا قدّر الله يعني الحمد لله خير، اللهم لك الحمد يعني، الكبة بتاعتي إنها تشتغل ما تشتغلش يعني. دول شوية توم أقول لكم اللي حصل فيهم، يعني بُصّوا هو أنا عامةً باحب التوم طازة، يعني اللي هو باحب الحاجة تكون طازة والتوم طازة. هنا ال ال شوية توم كانت مدّياهم لي أمي، قالت لي إيه على طول اطحنيهم يعني ف ف اطحنيهم افرزيهم إيه هو اللي أنا باقوله؟ المهم يعني يا بنات، المهم إن أنا إيه أطحنهم في الكبة واشيلهم. فالمهم هو طبعًا من التلج لونهم بيصفّر طبيعي، حتى أنتِ لمّا بتطحنيه وتحطيه في الفريزر بيصفّر يعني. المهم إن أنا قُلت لأ خسارة، ده التوم على فكرة ب35 جنيه وبييجي ب50 جنيه، فالموضوع يعني صعب، فالتوم ده كنز يعني، فإيه اللي أنا فيه ده؟ وبعدين أمي ما شاء الله متوصية بيّا، عاملة لي شوية كتار كده ومدياهم لي وقالت لي إيه افرميهم في الكبة واشيليهم خسارة إيه، استعمليهم يا عيني وقشرتهم وتعبت وإيديها وجعها، ربنا يشفيها ويعافيها يا رب. فكانوا عندي في الفريزر بصراحة لمّا جيت قُلت لأ، التوم يا بنت لأ مش هينفع، ده كنز دول شوية التوم دول، ده أنا عندي كنز. المهم يعني طلّعتهم، كنت عشمانة في التوم الجديد وإيه بقى والحمد لله على كل حال يعني، عقبال ما إيه فكّرت أجيب جاله ب35 قُلت حلو التومات بتوع أمي، كل ما أروح أجيب شوية من عند أمي والحمد لله على كده. رضا. المهم يا بنات قعدت أعمل فيهم، لقيت الكبة ما شاء الله مش هتشتغل. المهم رُحت مطلّعة الكبة بتاعتي الكبيرة، الخلاط الكبير، وقُلت إيه ربنا يستر لحد ما أشوف الصغيرة إيه اللي حصل لها مش قادرة تشتغل ليه، لأ إلا التوم، إلا التوم. المهم طحنتهم كده، عايزة أقول لكم جايبة كده كام راس من أمي يعني صاحي، بس هاخلّيهم للطوارئ يعني. هو أنا عندي يعني عندي يعني مثلًا الملوخية مش هاخد من التوم ده معلش أنا هاقشّر توم، واصلة لكم؟ في حاجات كده أنا قُلت إيه، عملتهم كده في العلبة وطحنتهم زي ما أنتم شايفين، وقُلت إيه هاخلّيهم للطوارئ يا بت خلّوهم للطوارئ، أكيد هاحتاج لهم يعني. فمليت بيهم العلبة اللي أنتم شايفينها دول، طحنتهم ومليت بيهم العلبة وحطيتهم فين، في الفريزر. قُلت إيه مش لاقية الغطا بتاعهم، رُحت لفيتهم بكيس وقُلت يا بت خلّيهم في الفريزر أكيد هييجي لهم عوزة، وإن عُزت أبقى أطلّع إيه وآخد منهم كده بالمعلقة كده، أكيد هاحتاج لهم يعني مش هيخسّروا. المهم هنا كده زي ما أنتم شايفين، تعالوا نشوي مع بعض الفراخ. الفراخ كده أهوّة بُصّوا ولّعنا الفحم كده وحطينا الفراخ بتاعتنا تستوي، ومريم هو اللي بيشوي الفراخ، عايزة أقول لِك كل شوية بياخد من الخلطة وبيحط على الفراخ يعني. ياخد من خلطة الفراخ كده ويحط على الفراخ اللي هي المَيّة التتبيلة بتاعة الفراخ، وينزل بيها على الفراخ عشان الفراخ ما تبقاش ناشفة. الفراخ عامةً يعني أبو مريم تلاقي كده في فراخ محمّرها جوّه بيحبها آآ زايد عليها السِوَى، يعني بتكون محمّرة كده زيادة عن اللزوم، لأ أنا باحبها تكون إيه، طرية شوية، لأ هو العكس يحبها كده تكون يعني مش ناشفة بس تكون محمّرة بزيادة يعني. الحتت التخينة لمّا بتحمّريها بيبقى طعمها حلو جدًا، لكن الرفيّع بتنشف، بتلاقي الفراخ نفسها من جوّه حتى نشفت، ما بتشد كده ناشفة على أسنانِك، فتخلّي بالِك من حاجة زي كده يعني. حتة التخينة بتبقى حلوة يعني لو زدتِ عليها النار يعني عن الحتت اللي أنتِ مقطعاها رفيّع يعني. عايزة أقول لكم على حاجة، أنا باحب الفراخ بيكون فيها عضم، يعني مش فيها عضم، يعني الجناح مش هاشيل عضم منه، كام حتة كده أقول له لأ ما سيب العضم فيهم ما تخليهمش. مريم لمّا يكون بيخلي باحب العضم يكون فيهم سبحان الله في الشوي يعني. ما باحبش أخليها كلّها كاملة يعني. عندي أختي تحب يقطّعوا الفراخ بيشوها زي ما هي بعضم بتاعها، يعني بتشيل حاجات بسيطة كده والباقي تحطها كده، بس بتنجّي إيه باقي الفراخ اللي هي صغنّنة، يعني بتاع كيلو فاهماني، كيلو و100 فاهمة الصغيّرة ديّة كده. هنا بصوا زي ما أنتم شايفين كده شغالين حاطين الشواية على السلم كده وشغالين آآ
شوي في الفراخ. عايزة أقول لِك اللي هتقولي محروق ده لأ مش محروق، بُصّوا دي التتبيلة اللي اتحطت من فوق، لكن لأ بُصّوا ما فيش أي حاجة خالص. هنا بُصّوا الفراخ بتاعتنا كده، أنا طبعًا كنت باختصر لكم في الفيديو. طلّعنا كده أول ستارة وهنرص التانية، وهنحط التانية كده إيه ونرصها، بُصّوا ونرصها كده إيه معاكم. عايزة أقول لكم هي فرخة واحدة، أنا كنت نفسي تشوفوا الفيديو بس يالّا خير تتعوّض إن شاء الله. بس ما شاء الله عليها حلوة يعني. بُصّوا عشان أنا مقطّعاها حتت بُصّوا مقطعينها حتت صغيّرة كده، الحتت الصغيّرة في الشوي بيبقى طعمها حلو جدًا، وهي كمان كانت كبيرة برضه مش صغيّرة، فعشان كده عملت معانا ستارتين. يعني إحنا ساعات الفرخة بنقطّعها يا دوبك نعمل واحدة بس، ستارة واحدة بس يا دوبك، بنعمل مرّة واحدة بس، لأ عملت معانا، وكمان عشان خاطر إيه، آآ ما حطيناهاش عشان تستوي يعني، فاهمين إزاي؟ عملتها على مرتين. الفرخة ساعات بنعملها على مرة واحدة يعني، فاللي هو مش بنزنّج يعني كده فوق بعضيه ولا حاجة لأ. يا رب الفيديو يكون عجبكم يا بنات، اعملوا لايك واشتركوا في القناة، والناس اللي قاعدة مع حد هنا تشاهد حتى لو إعلان واحد بس عشان خاطر أم مريم، مش عايزة منكم أكتر من كده، إعلان واحد بس يا بنات. إن شاء الله من أول الفيديو ده هتقولوا الفيديوهات اللي فاتت خلاص مشاهداتها راحت، بس أي مشاهدات جديدة عليها هي اللي هيتحسب عليها الربح. مبسوطة كتير جو وفرحانة بتفعيل القناة، ده فضل من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله على كل حال. فهتعبكم معايا شاهدوا حتى لو فيديو واحد بس على القناة، إعلان واحد بس، والّا على قد ما تقدروا يا بنات راجعوا الفيديوهات اللي فاتت وشاهدوا الإعلانات بتاعتها. بصوا هنا كده زي ما انتم شايفين ال حطينا كده الأكل، عملت رز بشعرية وعملت سلطة، حطيت فيها بنجر وحطيت فيها جزر وحطيت فيها شبت وبقدونس وطماطم وخيار وليمون وخل وضبطتها. كان عندي جايبة بنجر عشان البنات، وعشان فرحة بتموت في حاجة اسمها بنجر، بتموت في البنجر فرحة. فرحة بتاكل بنجر بطريقة يعني ما شاء الله عليها، طول ما في بنجر في البيت بتاكل حلو. هنا كده كنت بوريكم شكل الفراخ، بصوا ما شاء الله طعم الفراخ وشكلها بصوا يفتح النفس، تحفة بصراحة يا بنات. بصوا والتتبيلة حلوة جدا اللي أنا عملتها، كانت طعم الفراخ فيها تحفة. يا رب الفيديو يكون عجبكم يا بنات، اعملوا لايك واشتركوا في القناة وتعالوا اتفضلوا معانا بالهنا والشفا. بصوا كنت بوريكم كده الفراخ، بصوا الفراخ المستوية وعايزة اقول لكم طعمها حلو حلو يعني ما شاء الله. هنا كانت سخنة يعني، فانا كنت بس بحاول ان انا ايه اوريكم كده الفراخ بتاعتي عاملة ازاي. اهم حاجة في الفرخة عندي الجناح، عشان انا ما باكلش فراخ جوي يعني، بس باكل الجناح يعني. تعالوا هنا بقى، عايزة اقول لكم هنا بقى طلعت المواعين، حكيت لكم طلعت المواعين اللي كنت في التلاجة، بس في حاجة لازم تخلوا بالكم منها. كان عندي طبق صغنطوطي محطوط على الحوض، كان فيه مطرح وبواقي أكل، ورُحت حطيت له مَيّة، وسِبته على الحوض عادي يا بنات. اللي هو أنا أساسًا غِبت يعني، ما كنتش عارفة إن أنا هاغيب قد إيه ولا هاقعد وقت قد إيه ولا الدنيا إيه، فعلى الحوض كده حطيت له مَيّة، قُلت بدال إيه يلين، بدل ما إيه مكان الأكل ينشف. لأ هو كنت سِبت مكان الأكل ينشف، يا إما كنت غسلته، بس هو كان مش عارفة مكانه رز أو حاجة، فكانت عايزة تلين يعني. وأنا نزلت كده على ملا وشي ساعتها يعني. عايزة أقول لكم رجعت لقيت الطبق فيه دودة، فيه دود صغنطوطة كده اهواتي في الطبق، في المَيّة اللي أنا حطيتها، المَيّة مع الأكل أمّا قعدت كذا يوم وعفنت عملت دودة، فنخلي بالنا من حاجة زي كده يعني. فالحمد لله قدّر الله ما شاء فعل يعني. تخلّي بالِك من الحاجات اللي زي كده يعني. بس أنا اللي خلّاني غِبت المشوار يعني ما بين هنا بيتي والمدينة ساعة ونُص، فمشوار يعني جامد، رايحة جاية أو ساعة يعني، فمشوار جامد يعني. بس كدهوّة، فجِبت كده المواعين بتاعتي كلّها اللي في التلاجة، اللي كان الأطباق كلّها اللي كان فيها بواقي الأكل كلّها طلّعتها كلّها وغسلتها، عشان خاطر إيه الأكل في التلاجة خلاص هاعينه هادّيه للفراخ، المواعين بتاعتي كده إيه أغسلها كلّها. نزّلت بقى كوبايات الشاي كلّها غسلتها وشطفت المعالق، وعندي الحلة دي كان فيها لسان عصفور تقريبًا، والحلة دي مش عارفة كان فيها مع كوباية رز أو حاجة زي كده، المهم كلّه يعني جِبته كده وغسلته وشطفته. هنا نقول دعوة حلوة من القلب، دعوة حلوة من القلب لكل عيلتي، عيلة الصعيد وعوايده، يوميات الصعيد وعوايده، بالستر والصحة وراحة البال ورزق يتعجب ليه أهل السما والأرض، ربنا يرزق كل مشتاق، ربنا يطعم كل محروم، ربنا يديكم ويرضيكم ويحقق لكم كل بتمنوا ويفرحكم قد فرحتي النهارده يا بنات، اللهم آمين يا رب العالمين. دعوة حلوة من القلب لأبو أحمد مريض سرطان، ربنا يشفيه ويعافيه ويقدره على مرضه. دعوة لأم سلمان بالصحة ويسعد
راحة البال ورزق يتعجب ليها للسما والأرض، والأميرة ربنا يكرمها بالذرية الصالحة عاجل غير آجل يا رب ويفرحها. دعوة حلوة لصفية، الأم صفية، صفية حبيبتي ربنا يخليكِ ويبارك في عمرِك، وربنا يكرمِك يا رب يا أم صفية وتخوّي صفية ويكرم مريم بالزوج الصالح، ويكرم أمي يعوّض عليها ويفك كربها. آآ دعوة حلوة لمتابعتي بتقولي ادعي لي ربنا دعواتِك ليّا بالذرية الصالحة، ربنا يكرمِك بالذرية الصالحة يا رب تسلمي لي. دعوة حلوة لمتابعة بتقولي ادعي لابني بالنجاح في البكالوريا ويدخل كلية طب ويرزقني ويشفيني، تحياتي من الجزائر، اللهم آمين يا رب العالمين، ويكرم عمرو بكلية الطب وهاجر بالإعدادية. دعوة حلوة لنسا منى تتجوز وتزور النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وربنا يشفيك ويعافيك يا رب. دعوة حلوة لأسماء ربنا يكرمها بمهدي زعلانة، هي دي بس الدعوات الموجودة على الفيديو. دعوة حلوة مني لكل الناس الجدعة الزينة اللي قاعدة معايا لحد هنا بالصحة والستر وراحة البال ورزق يتعجب ليها للسما والأرض. ربنا يرزق كل مشتاق، ربنا يطعم كل محروم، ربنا يديكم ويرضيكم السودا